قصة يعني تخلي القلب موجوع. كلم مامته وقال لها احنا عملنا حادثة ورندا وروجيه مش بيردوا عليا. أنا عرفت روجيه ورندا من الشوز بتاعهم. أنا كنت عايل همكم جدا. يسوع أخدهم في الوقت المناسب ليهم هم. رب سمح، والرب اللي سند. إبليس كان بيحاربني محاربة رهيبة. سكت البيت فعلا، سكت. أول ما دخلت البيت هدى قالت لي مالك؟ انفجرت في العياط. قال يا جماعة معلش أنا هقول لكم حاجة، إحنا بنرنم هنا بس في 2 من الفريق أساسيين بيرنموا في السماء. قد رأيت دموعك، قد سمعت صلاتك. كل سنة آه نعمل تسبيح وصلاة. صلاة واو. شكر. أنا ما عنديش حد تاني، لكن أنا جاي أقول لك اتشدد، اتقوى. في حد لسه هيقول لك يا بابا هنام، رندا وروجيه هيجوا لي النهارده. قلت له يا رب انت جايبني من مصر عشان اشوف رندا وروجيه؟ رفعت عيني لفوق قلت له الاثنين يا رب. إيه فكرة إن أنت حاشر الرب في كل حاجة؟ الرب أعطى، الرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. أخ عزت وأخت هدى، أهلا بيكم معنا في منصة نور. أهلا بيك، أهلا بيك. يعني أنا فرحان وفي نفس الوقت متشوق للقصة الحقيقية اللي ربنا ممكن يستخدمها تكون بركة لناس كتيرة جدا. عايز أقول جملة قبل ما نرحب بيكم ونعرف تفاصيل أكتر، إن دايما الوعظ حلو لكن الحياة العملية بتكون أقوى من 100 وعظة. أكيد. قبل ما نبدأ عايزين نعرفكم أكتر ونعرف المشاهدين والمستمعين أكتر يعني. تمام. اتفضل يا أخي عزت. عزت راجي. كبير بس مع الرب صغير قوي. يعني أنا كبير لكن الرب بيخليني في حتة تانية فبشكره. أنا خريج تربية رياضية، راجل مسكت بيت السلام كذا سنة واشتغلت في شركات، اشتغلت في أكبر شركات في مصر. فبشكر ربنا إنه اداني ولد وبنت. احنا اتجوزنا وربنا ادانا ولد وبنت، روجيه ورندا. روجيه ورندا. فأنا بشكر ربنا عليهم جدا، وهنكمل شكر بعد ما نعرف برضو هدى. امرأة فاضلة. طبعا امرأة فاضلة، دي الشهادة الحقيقية. دي امرأة فاضلة فعلا يعني. مش بقولها عشان هي، لا، دي هدى. لولا ان احنا عارفين ولادنا فين. اوكي. هدى سامي مدرسة معاش، لكن الرب ادى نعمة المديرة خلتني أكمل في المدرسة. نشكر يسوع جدا من أجل محبته ورعايته لينا. هنشوف مع بعض ازاي روجيه ورندا هم سبب بركة، وهم سبب ان احنا موجودين دلوقتي هنا معاكم في الخدمة. عزت معين نظير اللي زي ما الكتاب ما بيقولش. وبنشكر الله فعلا انه هو منذ الخليقة مؤسس وعامل هدى لعزت وعزت لهدى. حاجة بداية مشرفة جدا ومشجعة ونموذج حلو انه الحياة ما بتخلص، الحياة الزوجية ما بتخلص بعد الارتباط. خلاص بقى زهوتها، لكن لا تفضل مكملة بنفس الحلاوة دي، المحبة. ده عهد أبدي يعني فكرة انه كل واحد يشهد عن التاني دي حاجة غالية تدرس يعني. وهو الرب اللي في البيت هو اللي بيخلي العلاقة كده. مش احنا لو أشخاص عاديين ممكن يبقى فيه ملح وسكر، هي الحياة كده، لكن الرب بيخلي حياتنا كلها حلوة. اسمح لي أسألك سؤال بره أي حاجة. تفضل. وممكن يكون اللفظ صعب شوية. إيه فكرة إن أنت حاشر الرب في كل حاجة رغم إن القصة بتاعتك تخليك تجنب الرب تماما؟ لأن أنا من صغري وأنا بحب الرب، يعني من وأنا في سن ثانوي وأنا عرفت الرب، فحسيت بحلاوته من صغري. فكان لازم إنه فعلا لما نتجوز، لما أعمل بيت، يكون البيت بيت مسيحي حسب مشيئة الرب. منين القصة بدأت؟ قصة الألم اللي خليني أقولها بمنظوري أنا أو بمنظوري بسمعنا، قصة مؤلمة جدا، قصة يعني تخلي القلب موجوع. منين القصة بدأت؟ كانوا رايحين حفلة التخرج بتاعت رندا. روجيه كان تالتة جامعة،
ورندا كانت مخلصة ثانوية عامة ودخلت آداب القاهرة إنجليش، مهم. وكانوا رايحين مول بيشتروا هدومهم عشان كان يوم الجمعة الاحتفال. مهم. الحادثة حصلت يوم السبت، وهم ماشيين في الطريق كان في بقعة زيت دخلوا فيها والعربية حصلت حادثة، وكان معاهم ابن خالهم. مهم. أشكر الله أشكر الله لأنه ابن خالهم ما حصلوش ولا حاجة خالص خالص. مهم. هم راحوا السما في وقتها في هم نفس وقت الحادثة. نفس وقت الحادثة. أها. فتوني كلم مامته وقال لها احنا عملنا حادثة ورندا وروجيه مش بيردوا عليا. كان مهم. عمره حوالي 12-13 سنة. رندا كان حفلة التخرج بتاعتها يوم السبت، كانت الجمعة هي بتشتري حاجات يوم حاجات الجمعة. أوكي. وقال لها مش بيردوا عليا. مهم. فالإسعاف وبعدين كلمتنا وكده ورحنا المستشفى مهم. كانوا خلاص في السماء، وتوني ولا حاجة خالص ولا حتى خدش Yeah. خالص. مهم. الرب الصالح يعني. حضرتك سألت عزت ازاي الرب كده، احنا عارفين ان هو صالح وانه ارادته صالحة. مهم. اللي انا دايما اقوله ان هو يسوع اخدهم في الوقت المناسب ليهم هم. أوكي. وحش بالنسبة لنا مهم. لكن هم كانوا في أحسن وقت. كان قبل الكريسماس، روجيه كان بيعزف درامز، رندا كانت في فريق الترنيم. فقبل الكريسماس على طول هم بيتمرنوا على طول. مهم. قبليها بأسبوع كانوا رايحين مؤتمر اسمه استخدمني، كانوا ماشيين من نفس مكان الصحراوي، كان في نفس الطريق، لكن الرب أراد إن هم يكونوا قريبين منه أكتر. مهم. فأنا دايما بقول إن هو أخدهم في أحسن وقت ليهم هم. يعني ده كلام ما تخش العقل يا أخ عزت، إنه أنت تكون بتستقبل خبر ولادك الاثنين في يوم يعتبر يوم أنت مستنيه تحتفل ببنتك إن هي هتتخرج من مرحلة لمرحلة، فكان الاحتفال سماوي مش أرضي يعني. هو ربنا سمح لما عرفنا الخبر. احنا كنا بنجهز لمؤتمر شباب. يعني أنت مش فاضي أصلا يعني. كنا قاعدين بنجهز في مؤتمر شباب في شبرا عند قائد بتاع اعدادي. فكنا قاعدين بنجهز المؤتمر والتليفون جه. احنا طبعا في شبرا وجالنا تليفون ان الولاد عملوا حادثة في اكتوبر الشيخ زايد. فانا مش عارف انا سوقت العربية ازاي، طبعا من شبرا لحد الشيخ زايد بقول له يا رب لا تدخلنا في تجربة. يا سلام. طول الطريق يعني حقيقي، يعني انا كنت سايق وبقول له يا رب انا مش عارف ايه في ايه، انت مش عارف، انت جالك تليفون. فبقول له يا رب لا تدخلنا في تجربة. رحنا الشيخ زايد، ما انا كنا اول مرة نروح الشيخ زايد دي ما نعرفهاش. رحنا اول مستشفى قالوا لا ما حدش جه، ما فيش حادثة جت هنا. يا رب طب هعمل ايه؟ لقيت، صدقني لقيت تاكس ماشي، فبقول له من فضلك عايزين نروح قال لي حضرتك تعالى امشي ورايا. مشي قدامنا، مشيت وراه لغاية ما وصلنا للمستشفى. واحنا داخلين مستشفى الشيخ زايد فبسأل من على الباب بره في حادثة جت؟ قالوا الحمد لله الولاد كلهم كويسين اللي في العربية. شوف يعني وانت لسه ما تعرفش اي حاجة. ما اعرفش اي حاجة. فقال لي لا الولاد كويسين اللي عملوا حادثة جم والاسعاف جابتهم وهم كويسين. فواحنا داخلين شفت توني ابن خالهم، بقول له ازيك يا توني عامل؟ قال لي كويس يا عمو كويس. قلت له فين ولاد عمتك؟ فقال لي مش عارف هم خدوهم. فطبعا جريت على الاستعلامات، في حادثة جت دلوقتي وكان في ابني وبنتي موجودين معاهم يعني. فالدكتور قال لي انت باباهم؟ قلت له قال لي طب تعالى. خدني الدكتور فتح أوضة، لقيت 2 متغطيين. انا عرفت روجيه ورندا من الشوز بتاعهم. اوكي. ما رضيتش ارفع الوش، انا ببقى راجل بسوق بقالي سنين، فقلت حادثة يبقى اكيد حصل تشوهات، خلي الصورة الحلوة في وشي. فقال لي البقاء لله. رفعت عيني لفوق قلت له الاتنين يا رب، الاتنين يا رب. يعني كانت طبعا صدمة. فقلت له أشكرك. في نفس المكان. في نفس المكان. طلعت هدى كانت قاعدة برا، قالت لي ايه؟ قلت لها الرب أعطى، الرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك.
صدقني خدتها في حضني، بكينا، طلعنا قلنا له يا رب نشكرك ان انت سمحت ان انت الاتنين كانوا متعلقين ببعض جدا. يعني روجيه كان روجيه 21 سنة وراندا كانت 18 سنة. روجيه كان تالتة تجارة انجليش وراندا كانت اولى اداب انجليش، لكن تحس ان هم توأم يعني. يعني ما عرفناش ده غير حتى بعد ما راحوا السما، لقينا كم ناس وكم معارف وكم الخدمة اللي كانوا فيها. وروجيه بيسوق من صغره، يعني روجيه انا معلمه السواقه من صغره، متمكن يعني متمكن مش وفي نفس زي ما هدى قالت انه الاسبوع اللي قبليه كانوا في نفس الطريق رايحين خدمه المؤتمر بتاع استخدمني. فقلت له يا رب انت استخدمتهم بسرعه قوي، كان اخر استخدام ليهم. فبشكر ربنا انه فعلا انا مش عارف يعني. ابتدت التحقيقات وابتدى ضابط يسالني يعني لا ثواني قبل التحقيقات، انت ازاي قادر وانت شايف المشهد ده تتكلم؟ ازاي تتكلم وازاي تقول للرب ان انت اعطيت وان انت اخذت؟ انا اقدر اوعظها، لكن اقدر اقولها عيالي الاثنين؟ انا هقول لك حاجه. انا كنت في ليبيا، كان عندي شغل تبع شركه من الشركات، مش هنقول اسماء يعني، لكن كان عندي شغل. كان راندا وروجيه دايما يقولي بابا احنا مش عايزين فلوس، احنا عايزينك انت في وسطينا. في الوقت ده كنت انا بدرس في ايوب. الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مبارك. حطيت تحتيها خط وقلت راندا قالت لي يا بابا سيب شغلك هناك وتعال اشتغل في مصر في اي شركة من اللي انت بتحبهم هنا، احنا مش محتاجين ان انت تبعد عننا. فاول ما حصل الموقف ده استرجعت رجعت للبايبل بتاعي، قلت ايه ده انا كنت كاتب السنة وكاتب كل حاجة انه الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مبارك. يا رب انت بتدينا انذارات حقيقي، يعني الرب بيرشدنا. انا لما جه الظابط بيسالني يعني لو انا في الطبيعي وسالت حضرتك رقم عربيتك كام مش هتعرف. انا قلت رقم العربيه وقلت كل حاجه، وقلت له حاجه واحده، لو هتقول انها غلطته هقول لك هي مش غلطته. انت في المحضر بتاعك كاتب ايه؟ قال لي في زيت وميه في الطريق. قلت له انه عارف ده ابني، فانا اللي معلمه، وانا يعني هخاف عليه اكتر واحد، مش هخليه يركب عربيه كانه مثلا متهور او حاجه. بس يعني هو كان دايما يسوق. وكنا قبليها في مسافرين برضو مع بعض كأسرة في دبي. كل اللي شفته يقول لك ايه ده انتوا أسرة سعيدة قوي، يعني انتوا أسرة جميلة ولا زالت أسرة سعيدة. يعني قبل الحلقة بقول لك طبعا النعمة مالية عينيكم. نشكر ربنا. يعني القصة مش في ناحية احنا صدقني لو احنا ما كناش هنيجي. يعني لو احنا بذاتنا ما كناش هنيجي. الرب رفعنا. أمين. لما كانوا دايما يسجلوا معانا اقول لهم بصوا يا جماعة الشيلة تقيلة بس مش انا اللي شايلها، الرب شايلني وشايل الشيلة بتاعتي. يا سلام يا سلام. ليه؟ مطمنين عليهم. هدى برضه هتحكي انهم من صغرهم معاها، من هم اطفال، كنيسة، مدارس احد، شباب، جامعة، مدرسة. فهدى برضه اديها فرصة ان هي انا عايز يعني اسال سؤالين الاخت هدى. فكره انه ازاي استقبلتي الموقف في المستشفى، وايه اللي كان في ذهنك وفي بالك وفي لسانك وفي قلبك وقت الحادثه؟ انا كان حال لساني شكر. قلت رب انا بشكرك لانه روجيه مثلا ايديه ما حصلهاش حاجه فيقعد عاجز ما يعرفش يعزف درامز. روجيه الدرامز ده كان بالنسبه له حياته، وانه رندا يحصل لها اي تشوه كانها بنت، وانه صوتها يحصل له اي حاجه انها كانت مرنمه. فكان جوايا يعني بشكرك يا رب ان هم عندك محفوظين، عندك في سترك في حضنك، زي ما الكتاب بيقول وكان الرب سندي. ففعلا ده اللي كان جوايا، انه فعلا يا رب اشكرك لان انت ما دخلتناش في تجربه المعاناه. هي دي معاناه جامده جدا، لكن افضل من ان انا اشوف ابني مشوه او معاق او لحاجات كتيره. طب عايزه اقول حاجتين. هم ماتوا كبار،
يعني دي برضو يعني انتوا عشتوا معاهم كتير جدا. 21 يعني سنة مثلا و18 سنة. لو مثلا طبعا في كل الأحوال الموضوع بلوى أي محرقة، مم. لكن لو هم صغيرين اهو يعني ما عشناش معاهم كتير، لكن انت بتقولي ابتدائي واعدادي وثانوي مم. وحفلة تخرج وعشرة كبيرة بينكم وبينهم وذكريات كتيرة جدا. مهم. طبعا. كان في ملامة للرب؟ كان في ملامة، ما كانش في حزن. اه. يعني أنا بشكر يسوع إنه ما فيش حزن. يعني هم كانوا معايا في المدرسة من KG 1 لثانوية عامة. مهم. يعني زمايلي يقولوا لي أنتِ إزاي قادرة تيجي في نفس المدرسة؟ المدرسة اللي انت فيها؟ اوكي. أنا باودّي وأنا باجيب وأنا اه. باعمل وباسوي بالعربية وكده. مهم. أنتِ إزاي قادرة تدخلي المدرسة؟ ما عنديش إجابة، يسوع هو اللي مدّيني مهم. النعمة ديّة. لكن هو البيت سكت، سكت. اه طبعا. يعني حضرتك عارف متطلبات على طول، ماما، ماما، بابا، بابا، ماما، بابا، كده. سكت، البيت فعلًا سكت، مهم. لكن ما كانش في حزن، وده من يسوع. يعني فعلًا بنشكره. يعني انت عندك ولد وبنت بس، مش عايز أسأل لا، سؤال بس، إمم. فانت قلت للرب الاتنين، الاثنين. يعني دي علامة استفهام وعلامة تعجب في نفس الوقت. بس في نفس الوقت يعني زي ما هدى بتقول ان احنا فعلا شكرناه، لان احنا كنا شايفينهم في حياتهم، في خدمتهم. كانوا دايما في الصيف يروحوا يخدموا في بيت السلام. يعني رندا كانت تحب قوي انها تروح، لان انا كنت برضو بخدم في بيت السلام. مهم. فهي كانت اتعودوا. ليه؟ لان انت علمت، فبتشوف البذرة قدامك. يعني بتشوف البذرة والنبتة طالعة زي ما انت عايز، اه فانت مبسوط فرحان بيها. فرحان بيها. يمكن انت حضرتك بتقول انتوا عشتوا معاهم، احنا عشنا معاهم بس هنناهم. ايه هنناهم، يا كانوا سلام. متهنيين مع الرب. يعني اه. فعلا، يعني كنت هدى من صغرهم زرع فيهم الرب. ده غلط، ده كذا، ده كذا، ده كذا. يعني حتى في لبسها رندا كانت تقول لها ماما ده ينفع انزل بيه؟ مهم. يعني السن لما بيكبروا تحس طب. انه بيبقى ليه رأيه، مهم. لكن كانوا دايما ياخدوا استشارة. فدي كانت حاجة مطمناني أنا وهدى. يعني إحنا ما بخلناش عليهم بأي حاجة مهم. خالص. يعني لما كنا في دبي كانت هدى بتجيب لي رندا كل لبس الجامعة بتاعها وكده. قالت لها يا ماما أنت جايبة لي كله حاجات مقفولة. قالت لها عشان أنت رايحة الجامعة. يا سلام. يا سلام. ف يعني هو الرب سمح، مهم. والرب اللي سند. يا. يعني الرب سمح وهو اللي سند. مم. زي ما بيقول إنه كل تجربة بيديك المنفذ. منفس. اه. فالمنفذ الوحيد إن إحنا بعد كده كانوا الشباب أصحابهم يجوا البيت يقولوا لنا يا أنكل يا طنط معلش إحنا الظرف صعب بس هنحكي لكم حكاية. إحنا كان الكلام ده قبل الكريسماس، فكانوا دايما الشباب يتلموا مع روجيه وكده، كان ياخدهم في العربية ويروح. قالوا لنا يا أنكل روجيه السنة دي قال لنا أنا مش جاي معاكم العيد ده، أنا رايح مكان مختلف. يا. أنا رايح مكان مختلف. تخيل أنت قاعد ولادك فقدتهم وجايين الشباب يحكوا لك حاجة زي كده. مم. فبقول له يا رب هل هم كانوا عارفين يا. إن وقتهم جه، إن أنت استخدمتهم قبلها بأسبوع؟ فالحاجات دي كانت بتشجعني. أنا يمكن لما كنت بشوف الشباب في الأول كنت بتضايق. ليه؟ لأن بشوف الشباب، بشوف روجيه ورندا في وسطيهم. اه. يعني بشوف بس فجأة مش لاقيهم، فكنت بتضايق. يعني قعدت فترة إن أنا متاخدين منك يعني. متاخدين مني. اه. قعدت فترة كمان مش قادر. يعني بشوف الشباب بحس إن طب مش فين؟ قادر تمنعهم. مش قادر أمنعهم. فين روجيه ورندا؟ اها. يعني هدى كانت قوية. يعني هدى بعد حادثة روجيه ورندا كان في حادثة ميكروباص المنيا، اوكي. كان في 14 واحد في المستشفى. كان الولاد فات عليهم تقريبا يمكن أسبوع أو 10 أيام. هدى قالت لي أنا رايحة المستشفى. ليه؟ قلت لها ليه؟ قالت لي أشوف الأهالي اللي ولادهم عاملين حادثة عاملين إيه عشان أشجعهم. بعدها باسبوع. بعديها بأسبوع. فأنا قلت لها أنا مش هقدر. يعني فعلا أنا المستشفيات خلاص بقت بالنسبة لي مهم. شيء مؤلم. مهم. هي صراحة نزلت وهتحكي لك هي كانت قابلت الناس ازاي. لا يعني قبل ما تحكي لي انا عايز سؤال مشترك. فكره انه هل البيت المسيحي
مش بس بيصدر ولاده للسماء، لكن هل البيت المسيحي وسط الألم قادر يشوف الصورة بشكل مختلف؟ يعني يعرف يعاين الصورة بشكل مختلف. البيت الحقيقي اللي ربى ولاده هو عاش مع ربنا بشكل مختلف، فلما تيجي المحنة والبلوى يعرف يتعامل معاها. هو يسوع كان بيشجعنا قوي. يعني أنا مرة كنت في المدرسة قاعدة وزميلة رندا بعتت لي آية، فأنا قعدت أعيط. كانت قاعدة جنبي واحدة صاحبتي مسلمة، قالت لي هدى انتي الله اللي بعت لك الآية دي مش كوكي، قد رأيت دموعك قد سمعت صلاتك. قالت لي ده الله شايفك ان انتي بتعيطي فبعت لك الآية ديت. فالحاجات دي كان يسوع بيقول لي أنا أهو موجود، أنا هنا. يعني الآية دي فرقت معايا قوي قوي لما تجيلي وأنا بعيط. مرة تاني حصل إنه كانوا في الجامعة بينزلوا امتحانات لرندا بتاعت نص السنة، والعميدة بتاعتها عندنا في الكاتدرائية، فقلت لها ده في كذا، قالت لي أنا خلاص أنا أروح شؤون الطلبة وهقول لهم. فوانا راجعة في العربية كنت عمالة أعيط، تجي لي آية من بنت خالي في أمريكا: امنعي دموعك عن البكاء وشفتيك عن الدموع لأن أولادك يرجعون إلى موطنهم. سفر أرميا. فاللي هو أنا أهو، ده أنت شايفني وأنا بعيط، ده يعني جايالي من أمريكا الآية كده. فيسوع يعني كان يقعد يقول لي أنا أهو. طب معلش أنا ممكن أعتبر ده دروشة لأن أنت عايزة تسمع الكلام دوت، فأنت جايالك على الطبطاب أو مش هتيجي من يسوع في وقتها، هتيجي في وقت تاني. هتيجي في وقت تاني. كان روجيه هو اللي بيوديني المدرسة الصبح ويطلع بالعربية على الجامعة، فابتدت بنت خالتي تيجي تاخدني. فمرة قاعدة قلت له مش كان زمان روجيه هو اللي بيوديني المدرسة؟ يعني أحيانا كنت أعاتبه. فلقيت آية والقراءات العادية، يعني أنا مش بفتح كده، لأ قراءات العادية. حسقيال الآية كانت بتقول إنه ضع عصابة على عينيك ولا تقم مناحة على أموات. اللي هو كان ناقص يكتب لي اسم المدرسة، أمي بقى البسي وانزلي روحي المدرسة بتاعتك. يا حافظة رب الآيات كمان يعني. يا رب يعني أنا أنت بتشجعني قوي، بتشجعني قوي. فلو دروشة مش هتيجي في وقتها ومش هتيجي في، مش لكن هتتكرر. لا هتيجي بنفس المعنى اللي انت بتتكلم فيه، بنفس المعنى اللي انت بتفكر فيه، بنفس الدموع في نفس الوقت. فهو يسوع حنين وشايفنا، احنا بقى اللي احيانا بنتغاضى عنه ومش بنشوفه، لكن هو موجود فعلا عن يمين كل واحد فينا فلن نتزعزع. امين امين. البيت المسيحي الناظرين اليه استناروا ووجوههم لم تعجل. دي انا جربتها وانا رايح اسحب الورق من الجامعه، لانه رندا كانت لسه داخله وقالوا لنا في امتحانات، فقلت لا هروح اسحب الملف عشان ما يقعدوش كل مره يبعتوا لي. فرحت بعد الحادثه يعني. بعد الحادثه فرحت اسحب الورق بتاعها وكده. فالبنت بتاعت شؤون الطلبه قالت لي حاضر. قلت لها انا والدها وهي حصل كذا 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 كذا. قالت لي ايه؟ عملت كده يعني ضربت على قلبها في حادثه؟ راحت في حادثه؟ قلت لها اه. قلت طب معلش استنى حضرتك شويه يا ستي انا عايز امشي. قالت لي استنى شويه، انا كانت خدمتي مع الناس اخوة الرب والغلابه والحاجات دي. خدتني وطلعت فوق. قلت لها احنا رايحين فين؟ قالت لي لا لازم نطلع شؤون الطلبه فوق. طلعت شؤون الطلبه فوق، فبتقول لي دي المديره بتاعتنا. قلت لها صباح الخير، انا عزت راجي والد طالبه رندا ومحتاج اسحب الملف بتاعها قالت لي هي ماتت في حادثه؟ قلت لها هي واخوها. الست بدات تبكي تقول لي انت واقف قدامنا ازاي؟ شوف ناس ما تعرفنيش، انت واقف ازاي يعني؟ انت واقف ازاي قدامنا وجاي تطلب ورقها؟ طب حضرتك استنى. لقيتها بعتتني الناحية التانية مطلعين شيك عشان الجامعة حكومة. جامعة القاهرة جامعة حكومة. وطالما البنت كانت طالبة وراحت في حادثة لازم بيطلع شيك بمبلغ. المبلغ ده استخدمناه ان احنا طلعنا حد درس لاهوت في لبنان. يا سلام. وهو يعني ربنا باركه كتير قوي قوي قوي.
فبتحس ان ربنا بيطبطب علينا. انا مش رايح اخد فلوس، انا رايح انت اسحب مش في ورق، بالك اصلا. مش في بالي، ومبلغ كبير مش قليل مهم. يعني. مهم. فقلت له يا رب انت، قال لي ان ماتت الحبة تأتي بثمر. يا يعني انت ولادك عندي، مهم. فخلاص انا هوريكم بقى انا هتصرف معاكم ازاي، مهم. هطلعك ازاي من موقف. مهم. لازم اطبطب عليك ولازم احضنك. فازاي ان انا منظرش ليه؟ فعلا زي ما هدى بتقول، احنا اللي بنبعد عينينا، لكن احنا طول ما احنا مركزين، انت وانت سايق ما انت بتبقى مركز في الطريق، مهم. شايف الطريق. شايف الطريق. ايوه. فهو شايفنا عشان احنا بصين له، فشايفين الطريق الصح. مهم. في ألم، في ألم، في دموع، في دموع. انا اول مرة نزلت اسوق بعد الولاد، ابليس كان بيحاربني محاربة رهيبة. مهم. انت اللي جبت له العربية، انت اللي علمته السواقة، احساس بالذنب بقى. احساس بالذنب بقى. انت كان نفسي وانا ماشي على الدائرة كده اخش في السور واقول ايه، انهي حياتي. قلت له يا رب اديني قوة، اديني قوة، اديني قوة. اول ما دخلت البيت هدى قالت لي مالك؟ انفجرت في العياط. مم. قالت لي عيط، عيط دموعك غالية، عيط، انت جاي مخنوق. فبشكر ربنا انه في سند. مم. يعني لما ببقى تعبان بلاقي هدى لما تبقى تعبانة بتلاقي عزت. اخد بالك؟ يمكن احنا دايما بنقول لما بنكبر ايه ده، طب فين الولاد اللي هنتسند عليهم؟ لا، تسند على الرب. وده الشيطان ممكن يستخدمها مدخل. تسند على الرب. يوم الجنازة عملتوا ايه؟ يعني عايز اعرف من الاخت هدى بعد يوم الجنازة. هدى بقى تحكي. يعني دايما في الجنازات ببقى نفسي ما احضرش، لان ببقى قلبي موجوع، لكن في الجنازة دي ما حضرتش، بس نفسي اتخيلها يعني. هو الطريق كان زحمة شوية، فهم اتأخروا عقبال ما جم من الشيخ زايد لمصر القديمة، من المستشفى. الكنيسة ما كانش حتى الجنينة بره، مش الكنيسة، الكنيسة لسه كبيرة شوية، ما كانش فيه مكان خالص خالص، ما كانش فيه مكان. بيبو المرنم نشكر الله، انا ما اعرفش مين اللي قال له يقعد يعزف ويرنم. بيبو مش فايق. ما اعرفش، انا هدى ما اعرفش مين اللي قال له يقعد يعزف ويرنم. ساعة ونص عقبال ما رندا وروجيه جم، ترنيم وتسبيح قبل الجنازة، قبل ما تبدأ الجنازة. الجنازة. بعدين وقف القسيس وقال يا جماعة احنا بنعتذر، لو حد يحب يمشي يتفضل، انه تأخير كتير، لو حد يحب مرتين يقوم. محدش كان بيتحرك خالص خالص. فالتسبيح ده فعلا انا بحس ان هو تسليح بيدينا فعلا قوة، بيدينا مش عارفة اقول ايه، لكن فعلا زي ما داود كان بيسبح يعني ورنم لحياتي ما دمت موجودة. والتسبيح ده ادانا قوة جامدة قوي قوي قوي. انت واعية واعية للتسبيح؟ لا. والشباب والكواير وريمون قائد الفريق بتاعهم كانوا حوالينا وواقفين بيعيطوا وبيرنموا. فيعني يعني مش عارف اقول لحضرتك مثلا احنا في السماء فعلا مع يسوع معاهم. فده ادى قوة وبوش لناس كتيرة، لدرجة انه في ناس حطوا أصحابي في المدرسة تسبيحة رينجينج تون عندهم. هقولها دي دلوقتي أنا. هدى الترنيمة دي إيه كذا كذا، طب إحنا هنحطها رسائل. دي حقيقة. دي حقيقة. فيسوع فعلا زي ما بقول كل شوية بيقول لي أنا أهو، أنا هنا، أنا هقول لك بقى الموقف اللي شدني بقى وقواني جدا. تعرف بعد الكنيسة بيبقى فيه قاعة، فأنا قاعد في القاعة في العزاء، طبعا باصص لفوق، نور عجيب، نور عجيب، وإيدين مفتوحة، ولي روجيه هنا ورندا هنا، قوم رنم في وسط القاعة في وسط العزاء. قلت له إيه؟ قال لي قوم رنم، قول له أقدر أقول له أبويا، أقدر أقول له حبيبي. إيه ده؟ طب ده أنا أخويا قاعد جنبي، كان لسه جاي من السفر من دبي وقاعد جنبي، فلقاني قايم. فالناس بتقول له أخوك رايح فين؟ قال لهم سيبوه. رحت طلعت على المايك
مسكت المايك وانا ماشي، الناس بتقول يا جماعه سيبوه، هو اكيد حصل في مخه حاجه، اكيد حصل له حاجه، او عندك 100 حجه ما تعملش كده، يعني ما فيش، يعني انا سامع الناس بوداني، انا سامع الناس وانا ماشي في وسطهم. يعني صوره جنيت يعني. اتجن، هو عزت اتجنن خلاص، لان كان روحه في ولاده، مم. فعزت حصل له حاجه. بدات ارنم، لقيت الناس كلها، كان في ابهات كهنه قالوا لنا احنا مش جايين، احنا جينا تعزينا، اتخدمنا. احنا اتخدمنا، ما خدمناش، احنا جينا اتخدمنا. فهو ده الرب. يعني ورنمت. اقدر اقول له ابويا، اقدر اقول له حبيبي. قال لي لو ما قلتهاش دلوقتي مش هتقولها. لو ما قمتش دلوقتي في عز شدتك دي وفي عز ألمك هتبعد عني. قلت له ما اقدرش، وقدرت وطلعنا. كانوا 3 أيام نهضة، مش عزا. احنا عملنا العزا 3 أيام من كمية الناس اللي بتيجي، مسيحيين ومسلمين، يعني كمية الناس من الشركات ومن أصحابنا، لدرجة واحد صاحبي كان ساكن جنب الكنيسة، فناس بتقول له هي الشارع مقفول ليه؟ قال لهم في واحد بيحب الناس كلها، فالناس كلها جاية الجنب. فالرب كان فعلا واضح، لدرجة ان انا كنت مثلا اروح بنك معرفوش، فالمحامي ده كان بيقول له ده استاذ عزت اللي كانوا قافلين الشارع. قال له انت ولادك، انت ولادك اصحاب ولادي. قال له ايه؟ قال لي ولاد حضرتك اصحاب ولادي، كانوا بيجوا مصر الجديدة وكانوا بيروحوا لهم الكنيسة. قلت له يا رب، انت للدرجه دي. عرفنا بقى ان هم كانوا ليهم علاقات وليهم خدمه، فده المستخبي كله طلع. ادانا سلام. انت قلت هي حبه خردل، هي حبه خردل. ماتت، لكن الثمر بتاعها لسه باقي يعني. ايه اكتر قصه لازقه في دماغ حضرتك ومش ناسياها عن ولادك؟ اكتر قصه، سواء هم عايشين. الترنيم بتاعت ريمون وديها بتاعت هم كنت انا على طول معاهم. فزي اي ماما كنا احيانا نبقى نقر ونقير. كانوا بيصوروا في برنامج اسمه شبابتاشر. شبابتاشر. وكانوا يرجعوا لي بقى الساعه 3 الصبح و4 الصبح، وانا اقعد في الشباك مستنياهم. يا ماما خشي نامي، ما اقدرش انام وانتوا بره، ما اقدرش. فكنا نقر ونقير في المواضيع ديت، انه انتوا بتعملوا تتاخروش، ما تعملوش كده. مره كلموني وماما احنا هنتعشى. هتتعشوا ليه؟ ما في عشاء في البيت. واختاروا محل غالي شويه، وانا قلت لهم كده طب ماشي. لما رجعوا بقى راجعين بيضحكوا، في ايه يا روجينتا ورندا؟ مش عارفه، كان في كاس العالم، كان في حاجه كده. وكانوا بياخدوا كوبون على المشتريات اللي هم الاكل اللي هم طلبوه، وطلع لهم فاتورتك ببلاش. قالوا لي انتي كنتي عماله تقول لنا تتعشوا بره ليه واخترتوا مكان غالي، شوفي فاتورتك ببلاش. فدي من الحاجات اللي انا لما افتكرها اقعد اضحك يعني فعلا. لكن يا برضو يرجع تاني واقول يسوع كان بيقول انا اهو. هل القصص دي رصيد قادره تكملي بيه؟ احيانا اقعد اقول ولا مؤلمه؟ لا هي مضحكه. لكن احيانا اقعد اقول كان ممكن يبقى في حاجات تاني، كان ممكن يبقى لسه، يعني لما اصحابهم دلوقتي اتجوزوا وخلفوا كده اقول كانت احيانا اشوف صور كده اقول البنت دي كانت ممكن تبقى شبه بنت روجي وهكذا. فكان ممكن يكون في قصص تانية، حكاوي تانية. عندك حاجة خاصة بالأولاد حتى لو كان حتى بعد ما راحوا السما، قصة بالنسبة لك بتعتبرها ثمر حياتهم قبل أو بعد؟ يعني بعد ما راحوا السما كان في الاحتفال الكريسماس ورحنا، يعني ما بطلناش. وطلع قائد الترنيم قال يا جماعة معلش أنا هقول لكم حاجة، إحنا بنرنم هنا بس في 2 من الفريق أساسيين بيرنموا في السما. سبقونا. كان طبعا التأثير كان جامد، لكن حسيت إنه قد إيه سابوا خدمة، سابوا بصمة في فريق الترنيم، إنه
القائد بتاعهم يقول هم بيرنموا في السماء. يعني كان عندهم ثقة ان هم راحوا السماء. فدي دي حاجة كانت فعلا بتشجعنا، بتطبطب علينا، ان فعلا يعني زي ما بقول انه هدى نمت فيهم المسيح من صغرهم. ودي حاجة فعلا احنا نفسنا ان كل الشباب اليومين دول يمسك في الرب. ما تبصش على مشتهيات العالم، ما تبصش على لا ده عمل كذا وده جاب كذا، لا ما تبصش لده، بص ليه هو عشان تقدر تكمل حياتك صح. دي صلاتي لكل الشباب والأجيال اللي طالعة، لأن الجيل اللي طالع يمكن التكنولوجيا واخدة عقلهم، الميديا كتيرة قوي 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 قوي. يمكن هم ظروفهم أحسن من أيامنا، لكن عايز أقول لكم للشباب كلهم امسك في الرب من صغرك، عشان اللي بيتبني من الصغر بيكمل. يعني مش مهم السنة، لكن شهر ويوم ايه الحادثة كانت، وبتعملوا ايه في اليوم ده؟ يوم 29/11 29/11 كل سنة نعمل تسبيح وصلاة، صلاة شكر، صلاة شكر في نفس يوم الحادثة كل سنة. اليوم اللي فيه ألم ووجع بنعمل ترنيم وتلاقي الكنيسة مليانة. ليه؟ كنيسة، انتوا بتروحوا كنيسة؟ بنروح الكنيسة. بنعمله في بنشوف أقرب حد، يعني مثلا كان لو مثلا 30 أو واحد في الشهر أو 27 يعني كده قريب من الحادثة من الحد يوم الحد، وبناخد الحد ده لرندا ورجاء. يعني واحنا بنتكلم انا ماسك دموع بالعافية، بس عايز اقول ان انتوا مش بس في ناس كتير عندها اسئلة، لكن كمان ناس كتيرة جاوبت على اسئلتها من الحادثة ديت. احنا كتير قوي بيجي لنا استدعاء خدمات، ناس فقدت اولادهم وزويهم ومش قادرين يتقبلوا. رحنا مرة في كنيسة المعادي، الأب مش عايز يسلم على حد، فرحت قعدت جنبه، ابنه كان برضه حصل له حادث في الأسانسير وتوفى. قلت له أنت ما تعرفنيش، أنا دعيت من بره، أنا جاي. قالوا لي ده الأب، حضرتك عندك أولاد تاني؟ قال لي قلت له بص ليا أنا ما عنديش حد تاني، لكن أنا جاي أقول لك اتشدد، اتقوى، في حد لسه هيقول لك يا بابا. يعني لسه في حد هيقول لك يا بابا. أنا فقدت الاتنين. لقيت الراجل ابتدى يتهز، خدني في حضنه وضحك. يوميها كنت اتصل بينا، وبعدين قعدت اقول يا رب، يعني احنا دلوقتي بقت كل خدماتنا ان احنا نروح احزان كده. قال لي روحي بس. وفعلا الراجل ده كان مكشر قوي يا حبيبي، بس طلع بيضحك. قال لي شفتي الحزن احول الفرح الى حزن. ففعلا قلت له اوكي. مره سوري قطعت كلامك، مره اتصلوا بيا ناس ورحت انا مكلمه، قلت له في ناس ما اعرفهمش عايزيننا نروح عند ناس ما اعرفهمش. قال لي يعني؟ قلت له في ناس كلموني بعد كنيسة المعادي، كان عندهم توأم وواحد منهم كان عيان وراح السما، وقلت له انا ما اعرفهمش وعايزين يودونا عند ناس ما نعرفهمش. فقلت لهم طب نتقابل في الكنيسة. قال لي كده على طول؟ قلت له وفعلا رحنا وجم خدونا بالعربيه جاهزه يعني، ورحنا في شبرا ما اعرفش فين، ورحنا احنا ما نعرفش ركبنا مع مين، ورحنا عند ناس ما نعرفهمش، وابتدينا فعلا نتكلم معاهم وكده. وبرضو عزت نشكر يسوع كان مديله نعمه في الكلام، فيسوع حنين. انا مش قادره اتخيل القصه، ومش قادره اتخيل ان انتوا الرب عطيكم النعمة دي واقفين على حيلكم، لكن كمان انتوا يعني انت بتقولي رحتي بعد اسبوع من الحادثة. ازاي يعني؟ طب ماشي بعد 40، بعد سنة، بعد ما الموضوع يبرد، بعد اسبوع ايه اللي كان في قلبك وايه اللي شغلك يعني؟ مش عارفة، كانت حادثة المنيا دي كانت صعبة شوية، وفعلا في ناس فقدوا فيها. فرحت انا وبنت خالتي وقلت لها لا تعالي نروح. ابتدينا نتكلم مع الناس انك وانت مش عارفة حد؟ لا خالص، يعني مش رايحة لحد تعرفيه؟ لا يا سلام. ما اعرفش، كان يسوع مشجعني قوي ان انا اروح اشوف الاهالي
بس كان صعبان عليا إنه كان في شباب ده متعور وده معمول وده آه. كده. لكن ابتدينا نشجعهم إنه معلش الرب هيتصرف، وكان في ناس تتقبل الكلام وفي ناس اللي انتي بتقوليه ده كده اهم. يعني. لكن فعلا ما اعرفش، كان الرب مديني قوة ان انا اروح واشوف الناس ديت. اهم. فكرة إنه أصحاب ولادكم موجودين معاكم ده شيء مؤلم ولا شيء مبهج؟ بالنسبة لي في الأول كان مؤلم. في الأول، بس دلوقتي لما ما بيجوش بشتاق عليهم قوي. أها. يعني في الأعياد دايما دلوقتي زي ما كنا متعودين كانوا كلهم بيتجمعوا اهم. ونعمل أحلى أكل ليهم وكده ونبسطهم اهم. يعني. فأنا دلوقتي في الأعياد لازم أصحابهم يكونوا عندي في البيت، نحتفل مع بعض وناكل مع بعض ونضحك مع بعض اهم. ونشوف ظروفهم إيه فبقوا مصدر قوة ليا دلوقتي. أها. يعني الأول كان ضعف، دلوقتي بقى مصدر قوة. لأنك لما بتشوفهم تفتكر خلاص أنا بقى شايف ولادي وولادهم بيجوا وبيبقوا مخلفين يعني برضو دي حاجة الرب عالجها جوايا. اهم. أنا في الأول ما كنتش قادر، دلوقتي قادر. قادر. اهم. دي من عنده برضو. إزاي في الفقد والألم تعتبر إن ده جزء من القصة الحقيقية لحياتك؟ إزاي لو أنت رجع بيك الزمن يعني على النعمة اللي الرب عطاها لكم دلوقتي تقول إن الفصل بتاع الألم والفقدان وفقدان ولادك الاتنين اللي ما عندكش غيرهم قادر تكمل وتقول في بداية كلامك إن الرب صالح وقادر تكمل القصة، ويوم العزا النهضة اللي كانت 3 أيام قادر تقف وتقول أقدر أقول له يا أبويا واقدر اقول له لا. ايه يعني ازاي الجزء ده في حياتك انت بتحوله لاختبار؟ عشان إلهي حي. اها. إلهي حي، اها. مش إله أموات. اها. إلهنا إله حياة. اها. هو اداني حياة بعديهم لازم أعيشها. بدأت أرنم أنا وهدى، يعني أنا ما انت كنتش قلت لي قبل برنم. ما نبدا تسجيل ما كنتش بترنم. كنتش برنم. اه. بقالنا 12 سنة دلوقتي بنرنم. اها. فريق ترنيم ومعتمدين علينا. يا جماعة شوفوا شباب، احنا عجزنا. انتوا شوفوا احلى شباب، احلى شباب بجد يعني. شوفوا بجد حقيقي يعني. لسه اول امبارح ده يعني عارف خلاص انت بتبقى واقف منهك بس فرحان بالرب. اها. يعني انا قلت للقائد واحنا ماشيين، قلت له على فكرة انا ما كنتش جاي، بس بحس انه رساله. هدى دايما تزقني يلا يا عزت يلا. تبقى جاي عارف من شغلك تعبان بتاع عايز تريح، لكن الرسالة بتجبرك انك تنزل وتتبسط. اها. يعني بعد ما تخلص الخدمة بتتبسط. يعني انا بعد البرنامج ده هروح انا عارف هيحصل ايه. هنام رندا ورجوع هيجوا لي النهارده. يا عشان كده قلت لحضرتك يعني اي اسئله انا تحت امرك، لانه الرب بيطبق. انا قلت لك في التليفون في خطوط حمراء بس لان لا، مرات الكلام بيكون قلت صعب. لك لا، قلت لي قلت مفيش لك اي مفيش خط خطوط حمراء حمراء. لانه هو بيبسطنا بطريقته. الرب عارف عزت وهدى هيبسطنا ازاي. هل يعني عايز اقول السؤال بشكل مختلف، فكرة انه الحياة كانت هتبقى عادية، انتوا طبعا رب مبارككم من زمان وربيتوا ولادكم صح، بس هل الحياة كانت هتبقى عادية لو هم عايشين؟ هل الحياة اتغيرت لما راحوا السماء؟ لو هم عايشين هتبقى حياة عادية، هيشتغلوا هيتخطبوا هيتجوزوا وأحفاد وكده، لكن برضو في مخافة الرب. يعني هنبقى عيلة كبيرة رايحة الكنيسة، عيلة كبيرة رايحة مؤتمر، عيلة كبيرة رايحة تصيف، عيلة كبيرة مسافرة تتفسح، كانت هتبقى ده بالنسبة للأولاد. لكن ليكم انتوا اللي النهاردة انتوا بقيتوا نموذج ملهم لأي حد متألم. احنا هو انا وعايزة نشكر ربنا حياتنا بقت صلاة. يعني فعلا يمكن اكتر بعد الحادثة طبعا بقت صلاة فيها الحلو وفيها الوحش. يعني احيانا بنتخانق مع بعض، مش عايشين حياة لا مش مثالية يعني. لا فيها خناقات، فيها مش خناقات يعني فيها مخالفات، بنختلف مع بعض في آراء في حاجات كده، لكن حياتنا فعلا بقت صلاة ودي اكتر من الاول نشكر الله. اكتر من الاول. طبعا. يعني عزت كان لسه صغير، كان بيشتغل، كان بيرجع متاخر لكن لا دلوقتي بقينا اكتر في ان احنا بنخدم يسوع اكتر، بنروح خدمات اكتر. قوي. يعني انا اكمل كلام عزت، يعني السؤال حضرتك سالته لعزت، الصلاه فعلا صنعت المعجزات.
احنا اول ما حصلت الحادثه المطران عندنا مطران منير بعت الابروشيات كليه حصل حادثه كذا كذا كذا، فكان في 24 ساعه صلاه بترفع لهدى وعزت، فيسوع هيسمع. يسوع هيسمع 24 ساعه. اللي امريكا وقتها مختلف عننا، فالناس احنا نايمين هم بيصلوا لنا، احنا صاحيين هنا في مصر بيصلوا فكانت الساعه دي فعلا 24 ساعه ناس بتصلي من اجل 2 عندهم مشكله مأساة، وفي ناس ما تعرفهمش. ايوه ففعلا الصلاة صنعت المعجزات. حلو. يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت معايا انه جم قالوا هدى يعني انتي محتاجة دكتور نفساني. ان انا كنت بعيط بقى وكده، لكن مش عيط هستيري، مش صويت، مش كده. خايفين عليك. فرحت لمطران، قلت له مطران هو انا محتاجة دكتور نفساني؟ قال لي لا، اللي بيقول كده ده هو اللي عايز يؤمن بيسوع. قول لهم انه لما كان بطرس في السجن الكنيسة كانت بتصلي، ولما خرج وخبط على الباب وروضة قالت لهم فقالوا لها انتي بتهزين، ده يمكن روحه، ده يمكن عفريته، ده يمكن حاجة. فلا، الناس اللي مش مصدقة قولوا لهم يسوع بيسمع. وبطرس كان نايم في السجن. يسوع بيسمع الصلوات. ففعلا يسوع بيقول لنا أنا هم. حاجة عظيمة. من ضمن الحاجات برضو اللي حصلت معانا انه انا اخواتي في امريكا وقرايب هدى في امريكا، ف لقيناهم عاملين لنا يا جماعه طب احنا معناش فيزا. المطران كلم القنصل قال له عندنا حاله معينه ملهاش حل غير ان احنا نسفرهم شويه يشوفوا اخواتهم ويشوفوا قرايبهم. رحنا فالراجل بيسالنا لا احنا فقدنا ابننا وبنتنا. خدنا الفيزا وفعلا وسافرنا ورحنا وخدمنا هناك. خدمنا هناك. ومن ضمن البيوت اللي دخلناها، يعني دي حكاية حضرتني دلوقتي، دخلنا بيت أب كاهن. الكاهن الصغير قال لا ما ينفعش ان انتوا تتكلموا في الكنيسة. الأب الكاهن اللي أكبر منه قال تعالوا لي البيت. رحنا البيت عنده، لقيت أول ما دخلت البيت لقيت الكفين وولد بيصلي وبنت بتصلي، كفين كده فضة. لقيت نفسي بركز معاهم كده قوي. قلت له يا رب انت جايبني من مصر عشان اشوف رندا وروجيه. قعدنا صلينا وابونا قال اللي انت شفتهم في العزل. اللي انا شفتهم في العزل. شفتهم في بيت الاب الكاهن ده. تاني يوم روحت لقيت الباب بيخبط، الكفين جايين لي هديه. صدقني وعندي لغايه دلوقتي محطوطين في علبه. انت تصورهم وتبعتهم لي لو سمحت. وكاتبين عليهم رندا وروجيه، كفين وعليها بنت وولد بيصلوا، فكتبوا عليها رندا وروجيه. انت عايز ايه تاني؟ يعني الرب بيعمل معاك ايه تاني اكتر من كده؟ اكتر من كده ثقه موجود. الرب حاضر. يعني انت بتقول لما انا قلت سؤال كبير جدا انت قلت كلمتين الهي حي. ما لهاش اجابه غير قلت كلمتين تانيين بيرنوا في ودان الاثنين، سمح وسند بس. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ يعني الرب هو الرب، هو الرب مش احنا. عايز تقول ايه لاولادك؟ ولادي اللي موجودين اولادك اللي في السماء. ولادي اللي في السماء اقول لهم انتوا وحشتوني. لما بتشوف صورتهم بتكلمهم؟ هم قدامي على طول. بتقول لهم ايه؟ قدامي على طول. عايز سر من الاسرار اللي بتقوله كده لاولادك؟ يعني كتير لما بتعب بقول لهم يعني لو كنتوا موجودين. براحتك خالص. تاخدني للدكتور. لكن بشكر الرب بيشجعني بيسندني. وانا عارف ان الدموع دي غالية عندي طبعا، كل دمعة غالية، لكن احيانا بيقول لي انا السند الوحيد. بتروح تقول لهم كلام حلو؟ يعني تروح تقول لهم خبر حلو او اختبار حلو تكلم؟ اكيد
قلت لهم ايه اخر حاجه قلتها لهم؟ يعني حاجه اكيد من الحاجات اللي عملتوها الكتيره ديت ايش يعني. بقول لهم يعني بابا بقى 66 سنة وكل ما اجي امشي من الشغل يقول لي لا انت مش هتمشي. ياه. مم. يعني متمسكين زي انا بيا. مش عايز الحوار يخلص، انا عايز، انا ناسي نفسي يعني. لا 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 يعني بجد يعني مهم. كل ما اجي اطلع من حتة الاقي ربنا فاتح لي حتة احسن. مهم. طب انا عايز اقعد، يعني دايما اقول له هدى انا عايز اقعد عايز اقعد عايز اقعد، تقول لي ليه؟ ربنا ياه. سامح لك ان انت تنزل وبيديك صحة تنزل وتروح. مهم. فدايما اقول لهم بصوا يا اولاد يعني خيره كتير علينا، اه. بجد خيره كتير مهم. وبركة كبيرة. يعني في ناس كتيرة مش لاقية أشغال وشباب، اه لكن هو لسه هنرجع للرساله لاولادك اللي هو على الرب. الارض. لكن لو انت هتقولي انا فخوره باولادي، هتقولي بعد كده ايه؟ ايه الجمله اللي تقوليها لكل واحد منهم؟ آم، هم سبب النعمة اللي احنا فيها دلوقتي، اه. وسبب البركة اللي احنا متغطين بيها. فعلا هم السبب اللي احنا الفرح. مهم. حتى يعني دايما تجيلي انا دايما من قبل الحادثة اقول ربنا خلاني عشان يدلعني، مم. لا تكون الا فرحا. ياه. وفعلا حتى في وسط الألم بيبقى فيه فرح. بقول له يا رب بشكرك لأنه أنت هم الفرحة بتاعتنا. مهم. يعني انتوا بتدوني انا شخصيا دروس في حاجات كتيرة. معنى الفرح ان الألم قصة، وانه زي ما سامح سند، وان انا شايفه طول الوقت، وان الهي حي، وان انت سبب بركة لناس كتيرة جدا عارفاهم او مش عارفاهم، وان كل قصصك فيها انا اسف اللفظ كمان مرة بتحشر الرب، رغم انه ده اكتر وقت احنا فيه مش عايزين الرب. يعني ينفع نقول للرب يعني كفاية اللي انت عملته فينا؟ انت صدقني قلت أنا حتى الاتنين. في الأشغال يعني يقولوا لي يا أستاذ عزت واحنا دايما نخش نلاقيك مبتسم. مم. يعني الناس ما تعرف، يقول لي وحضرتك مبتسم ليه؟ ده ربنا مش أنا اقول لك على مبتسم. حاجه سر يعني، بس بيننا احنا الثلاثه يعني. انا كنت عايل همكم جدا. حتى انا بكلمك امبارح في التليفون خايف اقول لك خطوط حمراء، فتقول لي من فضلك ما تتكلمش في دي، لا ودي بتوجعنا. فلما انت قلت لي مفيش خطوط حمراء الموضوع اتهون. بس برضو انا من الصبح صاحي بدري عمال افكر اي حلقه في الدنيا سهله الا الكلام. بس انتوا اول ما قعدت، اول ما شفتوكوا في الشارع وحسيت لا الموضوع اتكسر بقى حاجز النعمه اللي الرب عطاها لكم كبيره اشكره جدا جدا ومجده مجده جدا مجده يعني. مجده الرب. حاجه كده ايه تتدرس من غير كلام يعني، ومن غير وعظ. وده اللي أنا نفسي أوصله للشباب اليومين دول. ايوه. إنه من صغرك بص للرب. مهم. حياة مع الرب مختلفة تماما، مهم. مختلفة هتلاقي فيها حلاوة انت مش حاسسها. ممكن تقول لا ايه ده ايه الكلام ده، لكن انا بقول لك من اب متألم على اولاده مهم. لكن مبسوط ان هم في مكان افضل. امين. تقولي لاولادك اللي بتحبيهم اللي على الارض. وفي مجموعة كبيرة قوي منهم اتجوزوا، قول لهم ربوا ولادكم في مخافة الله. امين. 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 يعني احضنوهم على قد ما تقدروا، بوسوهم على قد ما تقدروا، زعقوا بس بمحبة. فعلا ربوهم في مخافة الله مهم. علشان يمشوا في العالم مهم. يقدروا يواجهوا إبليس بكل محارباته، بكل سهامه الشريرة. لو هم متمسكين بيه كويس هيقدروا يواجهوا. امين. لكن لو ضعفة فإبليس مش هيسيبهم. مهم. رساله لكل واحد بيوعظ في الالم، بيوعظ والكلام حلو، تقول له ايه من اب متألم اللي فراق ولاده الاثنين؟ بص الألم سيدك، مهم. بص المسيح اتألم عشانك ازاي، مهم. وقال لك المجرب ده بيقدر يعين يعين المجرب. المجرب. اوكي. فاحنا الألم خلانا نقدر ان احنا فعلا نعين الناس المتجربة ونقول لهم لا اتشدد اتقوى وحط نفسك في خدمة. مهم. ما تسيبش نفسك للتفكير، مهم. حط نفسك في خدمة هتطلعك من الألم. مهم. لكن طول ما انت ماسك على نفسك وحابس نفسك ومكتئب عمرك ما هتطلع من الألم. مهم. تقولي ايه لحد يعني بيوعظ لكنه مش قادر يوصل الرسالة الحقيقية، شخص متألم، واكيد اكيد يعني حد جه قال لك كلام بس بعيد عن الواقع يعني. اتمسك بكلمة الله. اه. الخادم أو الواعظ
مسك بكلمة الله، دور فيها وشوف، مهم. هتلاقي كلام تقوله، يضع مهم. كلام في فمك. مهم. غير كده مش آخر سؤال، تقولي لربنا بعد كل اللي حصل دوت؟ شكرا يا رب أنك صالح. برضو أنا مقدرش- بحاول أنكشك في أي حاجة. مقدرش أقول غير كده. مهم. شكرا يا رب لأنك صالح، مهم. وصلاحك باين في حياتنا، مهم. صلاحك باين في خدمتنا، صلاحك باين في عنايتك بينا. مهم. ما اقدرش اقول اكتر من كده. ده Yeah. انا ما وفهوش كمان. مهم. يعني شوف، رغم الألم Yeah. بس ما وفهوش، لأنه أنا شايف نعم كتيرة قوي مهم. بيحطها قدامنا. مهم. ومن نعمة ربنا إن إحنا جينا، إحنا ما يعني معلش ما نعرفكوش، مهم. بس أنتوا دعيتونا، مش أنتوا اللي دعيتونا على فكرة. الرب قال لي روح اشهد إن أنا صالح. يعني ده بالنسبة لي وقت من العمر بيجدد طاقتي وصلاح ربنا في حياتي. أمين أمين. عايز تقول حاجة ربنا؟ أقول له عجل بقى بمجيئك، آه. فقولك ها أنا آتي سريعا. آه. في يوم من الأيام الرب هيمسح كل دمعة من العيون، أمين. وحبايبنا اللي سبقونا هنشوفهم، بس هنشوفهم هم محظوظين، أيوه. شافوا الرب أكتر مننا، استمتعوا بالرب مدة أكتر مننا. أمين أمين. معلش، ده السؤال اللي بعد الأخير، دايما كده مش عارف بيجي سؤال بعد أخير. عايز تقول إيه لمراتك اللي أنت بدأت بيها الكلام، وأنت كمان تقولي لزوجك اللي بدأت بيه الكلام؟ لولا حبنا لبعض وسدتنا لبعض ما كناش برضو جينا قعدنا مع بعض. أنا بحبها أوي. هو طول ما يسوع في الوسط بينا بنشكره جدا فعلا. بصلي ان يسوع يديله صحة ويديله معونة وسندة، وبصلي فعلا انه يحافظ على صحته. امين امين. انتوا اللي زيكم راسكم تدباس بجد، يعني حاجه نموذج حقيقي نستحق. قادر يكون نور، واحنا منصتنا اسمها نور، فليكن نور لكل اللي بيسمع. أمين 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 أمين. ربنا يبارككم، وشكرا لوجودكم ويبارككم. معانا. ميرسي خالص. شكراً شكرا يبارككم. ليكم، شكرا لوقتكم. رب يبارك. ميرسي خالص.